بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي قناه خراز عبد القادر، مرحبا بكم. تنتلاقاو من جديد عاوتاني تنتلاقاو لان غبرت عليكم واحد شويه. اليوم حتى الطاقم ديالي توحشوني. اليوم جيت داو لي قهوه، داو لي العصير. هما ما فيش يديروا لي قهوه ولا عصير ولا الماء ولا تنساوني. تنقول ما عطوني الماء، عطوني الماء. تنشكرهم وتنحييهم وتنقول لهم خلوني ندير هذه الحلقه السبت ندوزوها الناس، وعاودوا سيروا عاوتاني كون نجي شويه عاود دوروا تبرموا، ما كاين باس. عاود لي هذا الاخ هذا تيقول واحد النهار هما جالسين في لابيرمانونس ديال لابيجي، في المكتب لابيجي، ربي ماشي ديما جالس في البيرو ديالو في لابيجي. تيجي عنده واحد البوليسي ومعه واحد الراجل كبير في العمر، عنده تقريبا واحد 55 عام ولا 60 عام كما قال. ودخل عندهم قال لي ودي انا مشيت للدائره ودرت واحد الشكايه وصيفطوني هنا الشرطه القضائيه. قالوا لي دير تصويره ودير حاله مدنيه وسير عند البوليس. وجبت تصويره وحاله مدنيه وجيت عندكم. هاد التصويره هذه ديال مراتي، وهاد الحاله المدنيه راه مذكور فيها العمر ديال مراتي والهويه ديالها كامله. قال لي عاود شنو عندك؟ قال لي سيدي مراتي اختها مات ليها راجلها وهي بعيده منا، عطاها المنطقه فين كاينه بعيده بواحد 50 او 60 كيلومتر. انا مراتي قالت لي من بعد ما مات راجل اختها دوزو 40 يوم، هاد نهار الخميس يا ربي نهار الاثنين، قال لي الاثنين اللي فات ذاك الاسبوع، قال كان اثنين، قال لي نهار الاثنين قالت لي انا غنمشي للخدمه، وهي قالت لي انا غنمشي عند اختي راه عندها 40 ديال راجلها. قلت لها واخا، قالت لي انا ما غنمشي حتى العشيه، انا غنوجد لها شي حاجه نديها لها، غنوجد لها شي زيتون، غنوجد لها شي حلوه ديها معها، لان ال 40 غيكونوا فيها الناس، اختها ما بحالها شي بغات تعاونها. قال لي شرات لها بزاف داكشي اللي خصها وبقات تخدم فيه في الدار. انا مزوج وعندي 3 الوليدات، خليت مرتي تخدم، مشيت انا تنبيع ونشري، وعيطت لي مع الخمسه قالت لي انا موجوده اجي ديني المركوب. تيقول مرتي ديتها الطاكسيات وركبتها في واحد الطاكسي وطلبت مول الطاكسي باش ما يزعمها حد، خلصت عليها 2 بلايص كانت جلستها قدامه، لان الطاكسيات تعرفوا الطاكسيات الكبار تيركبوا 4 اللور و3 القدام الشيفور، اذا الشيفور قدام مع 2 الناس وقال لا تجلس بوحدها، تخلص بلاصه باش مراتو تجلس مرتاحه وتجلس بوحدها. قال لهم مشات وما جاتش 4 ايام هذه ما جاتش شي. تيقول اختو اتصلت بها، اختها اتصلت به، اختها اللي مات لها الراجل اتصلت به، قالت لي اختي راه ما جاتش فينا هي، واش ما صيفطتيهاش؟ قال لي لا صيفطتها. قالت لها تنتصل بها التليفون، واحد الوقت قالت لي سمعتها، قالت لي الو غير قالت الو قطعت عليا. الرجال قال لها تنتصل بها ما تجاوبنيش. قال البوليس سيدي دابا انا مرتي ما عرفتها شي فين مشات. قالوا لي البوليس ودي واش الرقم الطاكسي عقلتي عليه؟ قال لهم لا سيدي ما عقلتش عليه. قال لي منين ركبتيها؟ قال لي من المحطه. قال لي غنمشي معك للمحطه. مشاو معاه للمحطه من ماشي من غريب الصدف، من سوء الصدف ان المحطه في ذاك الساعه كانوا فيها شي 3 طاكسيات ذاك الوقيته فاش ركبت ديك المراه. وداك الكرسي ما عقلش شي، داك الكرسي ما عقلش على مراه ركبت بوحدها تخلص من قبل ما ودي ما عقلش. من كانوا الطاكسيات تقول لها تمشي نجلس بحالتي هي في واحد القهوه، المهم الطاكسيات تخلصوا ريوسهم. شي واحد تما في البحث شاف المراه ركبت عرف الطاكسي شكون، ما عرفوش شي، حتى واحد ما عرف. البوليس ديال الدائره داو لي محضر البحث اللي فيها هذه العائله. البحث ديال الشرطه القضائيه خداو باش يديروا تيفيزيون اللي تنسميوها حنايا تدييع، اي ان ديك التصويره ديالها غادي ينشروها بان البحث عن المتغيب، يبحث على مراته. داروا مع هذا الاجراء وعاود داروا المحضر وقال لي سير اخويا كاين شي جديد اجي عندنا. داز 2 المراه ما بانش، داز 3 المراه ما بانش، داز 4 المراه ما بانش، داز الخميس، اي 4 ايام. 4 ايام تيقول لي العميد جاو البوليس ديال الهيئه الحضريه جايبين واحد المراه في وجهها، مراه ديال الدار كما تيقولوا، مراه محترمه ولكن في واحد الحاله ما يؤس منها، مضروبه في وجهها، مقطعين لها حوايجها، هزه واحد الصاك ديالها فيه غير شي تخربيق ديالها، فيه الكامي ديالها، ما فيش بورطابل، لقاوها في الشارع، خرجت في الشارع تتغوت وسخفت وطاحت، نزلت واحد خينا مع واحد الطاكسي وطاحت في الشارع، ومول الطاكسي زاد بحالته مع الطريق، تيقولوا طاكسي كبير، طاكسي كبير، شي رقم ما خدا حتى واحد، فتقول نزلت من الطاكسي وطاحت وهزوها وجابوها. لما جابوها الدائره رئيس الدائره قال لا يستبعد هذه المراه المعنيه بالامر حالها على الشرطه القضائيه. جات المراه جابوها الشرطه القضائيه عند العميد اللي ذكرت لكم رئيس الشرطه القضائيه، دخلها تتقول المراه وهي حاله تتقول انا كنت مخطوفه، انا خطفني واحد وكنت مخطوفه. العميد كما تيقول شاف الحاله ديالها مزريه، مضروبه في عينيها، عندها الدم لاصق في فمها، حتى حاله قالوا نديوها للمستشفى اولا، لا يمكن باش واحد يكون ديك الحاله ويدير ليه محضر. وهنا تنقول ضباط الشرطه القضائيه دارك او امن او شرطي كما كان في الدائره او في السينمات العامه، الواحد اللي يكون في واحد حاله سكر او في واحد الحاله غالب عليه مخدر او بتعرض للعنف
والعنف ضاغط عليه وباقي الحاله بحال التلبس جديده، العنف باقي فيه. ماشي نشد انا واحد فمو فيه الدم ونضرب في عينيه ونضرب في هذا وتيترعد هكا ونقول لها نصنت لك ندير لك المحضر. لا، انا ما عرفتش اش غايقول، وغيبقى غيخربق مسكين وغيقول هذه ونسى هذه. اولا نطمئنوا ديك الساعه ونعيط اتصال الاسعاف ونصاحبوا ونمشي معاه المستشفى ونعرضوا على الطبيب في المستعجلات، وفي مستعجلات الطبيب غادي اولا تاخذ معاه تدابير طبيه المؤمن بها، وغادي يداويه وغادي يقول لك انت كضابط واش يمشي او يبقى تحت مراقبه طبيه. الا كان غيبقى تحت مراقبه طبيه يبقى عليه شرطي معاه تما، لان ربما هذوك اللي ضربوه غيوصلوا عليه باش يقضيو عليه يقتلوه. وقعوا هذه المشاكل هذه بزاف. يبقى تحت المراقبه الطبيه ويتم الاتصال بالعائله ديالو تجي عنده يعني المكان عاد ما نكون مؤهل باش يقول لي كلامه. وبعدا ترخيص من الطبيب، الطبيب يقول لك ديوه سيدي وتصنتوا ليه، ديو صنتوا ليه ديك الساعه جيبوه وتصنتي دير المحضر ديالو. وتنعاود نقول حاجه اخرى، الاخوان ديال الزملاء ديال الشرطه او درك من نمشي عند واحد حادثه سير ولا مضروب ولا كذا وداو لي زيرجونس وداو المستعجلات وحتى تلقاه هنا في المستعجلات ما تاخذش من عنده محضر وما يسنيش لك حتى يقول لك الطبيب خذ من عنده محضر، الا اذا كان شي حال سيحتضر وبغيت تاخذ منه شي كلمه تقول لي قول لي شكون، قول لي شكون، قول لي السميه شكون اللي ضربك، شكون هما، خذ منه ما تاخذ قبل ما يموت. ولكن هذاك الاخذ ناخذه غير انايا، ماشي نديرو في المحضر انه هو تيهضر معك هو في واحد الحاله، ماشي تقول لي سنينه، خذ منه معلومات. ولكن ما ديك الشيء تبقى دير المحضر وهو ما قادش يعطيك محضر، والطبيب ما خاصكش انك خاص تقول الطبيب اللي هو مشرف على ذاك المريض او عندك الضحيه تقول له واش يمكننا نصنتوا ليه، زعما يقد يجاوبنا مزيان. الا قال لك ايه قول لي واخا وتصنت ليه في المحضر ولو بستيلو، تصنت ليه بستيلو بلا ما تقول البي سي ولا كذا، بستيلو وستيلو احسن وستيلو قانوني، ستيلو قانوني على البي سي ولا كذا كذا، شنو لكم في ريوسكم ستيلو تكتب به. وحاجه اللي مهمه لما انني نصنت ليه بالستيلو ديالو ويمضي لي بالستيلو ديالو نقول الطبيب، نقول بسميه الطبيب، نقول بانه لما مشينا وصلنا عليه المستعجلات قوبلنا من طرف الدكتور فلان اللي هو عرفنا على المريض اللي وجدناه على سرير وفي حاله ما كذا وكذا، وبعد استشاره الطبيب المذكور اي فلان فلان الدكتور قال لي ابراهيم ولا شي حاجه هذاك هذا سمح لي بان ادون كلامه في محضر قانوني نديرو. ولكن بعض المرات بعض الاطباء الله يكثر خيرهم اللي تنقول لها الطبيب واش يمكن دير لي شي هذا المحضر ديال السيد اي المصرح الطبيب وتكتب المستعجلات المعني بالامر، وإلا بغى الطبيب بحقو تيسني كتب سنيت كان باش تعطيك ما بغاش ما بغاش. كان بعض الاطباء تعرفوا القانون تقول انا رخصت لك باش تصنت لي هذوك الحالات كبيره لي زافير كبار، لانه حتى حنا كان شي حاله مثلا دينا الطبيب شي واحد لي زيرجونس وكان شي حاله خطيره كذا 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 الطبيب نقدروا نصنتوا ليه، يقول لنا كشاهد يقول لك جابوه لي وجابوه في واحد الحاله وكان عنده كذا وشفت عنده كذا ودخلوا واحد جوج ودخل واحد فيهم وقال لي طاطا كشاهد ما وقع في المستعجلات في القسم الذي يشرفوا عليه. هذا حق ناخذ منه شي محضر اذا كان باغي ذاك المحضر محتاجين ليه. هذه تنقول الساده الاطباء باش دي فوا تيكونوا شهود في واحد النازله واللي راه ما غاديش يبقاو يطلعوا يهبطوا المحكمه، ولكن المحضر ديالهم راه تيكون مهم 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 كما المحضر ديال الاطباء ديال التشريح اللي هما المحضر ديالهم في التشريح الطبي تيكون مهم من الدرجه الاولى. على اي داو هذيك السيده قدموا لها الاسعافات الاوليه، الطبيب قال لي ما تبقى تحت ملاحظه طبيه حتى الصباح، بقات السيده تحت ملاحظه طبيه حتى الصباح، غدا جوله صنتوا ليها تقول جا راجلها على عيد مكان وداك الشيء شافوها تقول السيده تقول سيدي انا اختي مات لها راجلها وعندها 40 واختي ما فحالها شيء وانا شويه احسن منها من الناحيه الماديه وتنساعدها، وعيطت لي اختي قالت لي عندك تنسي لي 40 وديت داكشي اللي خاص وديت واحد جوج كارطونات كبار ما عمر فيهم كاع اللي غيخصني عند اختي، وقلت لراجلي يلاه وصلني لان كانت الخمسه د العشيه الخمسه ونص والمسافه ماشي بعيده تقريبا واحد 50 كيلومتر، قالت لي تيمشيو الناس وتيجيو وداني راجل المحطه وركبني مع الطاكسي وخلص مول الطاكسي وعطى مول الطاكسي خلص ديال القدام جوج بلايص جلس بوحدي ومشى بينا الطاكسي. تتقول لها سيدي في الطريق هبطوا دوك الناس بقاو تيهبطوا بالتسلسل ان الناس اللي كانوا 4 راكبين اللور هبطوا واحد جوج من بعد زاد واحد المسافه هبطوا جوج اخرين لان ديك الطريق غدا وسط غدا في طريق ثلاثيه غدا وسط الدواوير وكذا كذا ماشي طريقه رئيسيه ثلاثيه. في الاخر بقيت انا وياه بقى معايا غادي واحد الوقت دار واحد الدوره ودخل في واحد الطريق غير معبده ما نصابش مزيان كاين هناك الشجار كاين هنا قلت له ودي فين غادي بيا قال لي ولي الله يرحم والديك طلبني قال الله يرحم والديك انا لابد ما نهز واحد الباتري ديال السياره وانا شي حاجه ان الباتري غيدير لي في الطريق حنا ساكن غير هنا الله يكثر خيرك. تقول السيد بقى غادي بيا ديك الطريقه المعبده غير خلا وغادي بيا بواحد الجهد وكانت تما تلقى دار هنا دار هنا دار هنا دار هنا او تنقولوا براكه هنا براكه هنا براكه ليه غير ديور ديال العروبيه. في الاخر ملي تنقول فين غادي اشرف لان شفتو مشى اكثر من 5 كيلومتر تقول ما كيتتري عليه مالك خايفه ومالك رحنا بوليداتنا ورحنا كذا ورحنا كذا وتيثبت فيها راه غادير فينا غير خير. تقول مشى بيا حتى دخلني لواحد الشيخ في واحد الدار منعزله
وخرج وقال لها بقيت تسلمي على مدام. قالت له يلاه نمشي والله كثر خيرك. خصني نمشي انايا. قال لها غير مدام مريضه ما تنوضش. وقالت لي شكون ديك السيده اللي معك وتعرفي العيالات دابا تيدخل بشويه الشك عافاك ما سلمي عليها. قالت لي واخا. هبطت السيده دخلت هي دخلت هو سد الباب تسالت قال لها جلسي. لقات الدار خاليه ما لقات تما لا مرا لا حتى شي حد. قال لها جلسي. قالت لها علاش نجلس؟ قال لها جلسي. تتقول حسب التصريح ديال العميد كيفاش صح ليا كيفاش صحتهما مع الدخله بدا بها العنف. قال لها جلسي ولا غنخلي ضربوك. الا ما تبعتيش كلامي قال لها ما تخرجيش حيه من هنايا والله ما تخرجي حيه بالله تخرجي ميته. تيقول دفعها عنفها وطيحها. المراه قال لها ما تدير تبقاي تغوتي غوتي ولا كذا ما تغوتي راه كيشتي لها خليها عندنا هنايا راه ندفنك هنا. مول الطاكسي يقول المراه هاد الهضره هادي. مول الطاكسي اللي هو رجل ثقه واللي عنده رخصه الثقه رخصه ديال الثقه. اي اننا تنعطيو لمول الطاكسي البيرمي اولا تيكون عنده البيرمي ديال السياقه رخصه السياقه العاديه اللي عند المواطنين كاملين عنده وتتكون عنده الرخصه الثانيه هي رخصه ديال الثقه. تنعطيوه الثقه تنديرو فيه الثقه. هذا الراجل دخل هذه السيده وسد عليها بقى معها تما خدا لها التليفون شافها بانها قالت لك انا بغيت نعيط لاختي يلاه اختي قالت لي شكون هو قفل التليفون. اذا الراجل تيقول بانه راجلها تيقول بان عيط لاختها قالت لها راه بغات تهضر معايا والتليفون تقطع. اذا حنا بالينا كيفاش تقطع التليفون لانه خدا لها التليفون. جبت هو التليفون ديالو وعيط لواحد خينا قال لها جي عندي. تتقول دخل واحد خينا صحيح شويه بهل شتو تيحكم فيه ما لابس مزيان خفت منه وقف عنقو جروا ليه وعطاه شي حاجه ومشى. قالت لي الله يرحم والديك خلينا نمشيو بحالنا. قال له والله تنقتلك ما سكتي غطيبينا العشاء. قالت لي كيفاش؟ قال لها غطيبينا العشاء. وهنا تتقول لما قال لها طيبي العشاء وبقات تزايد مع فضرة ويضربها ضربها واحد الضربه كبيره على عينيها. المراه طاحت ومداخت تتقول وقفت وتقول لها اش قلتي وجبد واحد الجنويه قال لها اش قلتي؟ طيبي. قالت لي نطيب لك العشاء ما انت ما دير حيدي جلابتك حيدي جلابه السيده حط لها شي خضره وحط لها شي تخربيق عنده تما وداك الشيء وقال لها طيبي العشاء. ها البوطه جاب لها بوطه صغيره وجلس. هذاك صاحبو اللي مشى غاب تتقول هي تصلحات ديالها واحد الساعه وجا ودخل وحط له واحد الصاك كانت فيه الشراب جلس هو وياه وشعلوا واحد التلفزيون ديال الباتري كما تقول وبقاو تتفرجوا في التلفزيون وتيكميو الكيف والسيده تتصف في الخضره. هو تيقول ما نكلاش تخافي غدا نديك بحالك وغدا نمشي بحالاتك غدا احسن لك ما تموتي اليوم هنايا اللهم غدا قصري معنا اليوم. بقى تيشرب هو وصاحبو لان داك صاحبو جاب ليه الشراب تيشرب هو وياه والمراه تطيب لهم ذاك الهم ديك الماكله اللي غياكلوا. ومره تينوض هو سكران وتيعيط عليها وتيخرجها من داك البيت بيت اخر وتيمس فيها وتيقيسها وكذا وكذا وكذا. داكشي اللي كان تيدير كله كان بالزمنها وتحت التهديد وبالعنف وتيرد داك البيت عند صاحبو. تتقول ديك السيده هذاك صاحبو تيحاول هو يتجنب ما يعنفاش بحضور داك صاحبو. هذاك صاحبو من تبغي تهضر تعود تولي سكتي ما يسمعكش هذا ما يسمعكش. اي ان داك صاحبو ما خصوش يعرفوا بانه راه جاي من الصحه لانه قال لي هذه راه صاحبتي وتطويني وكذا 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 وخليها ديالي وجات عندي وكذا الاخر ما تيهموش هذاك البال يلاه طيبوا العشاء حطوه كلا هي وياه تاكلها والله تاكلي ما تاكليش هي تدير بخاطرهم مضروبه في فمها مضروبه في عينيها والمراه تما جالسه. الاخر تيسكر وصاحبو تيسكر معاه تيقول لها غادي نتكرس عليك ونطلق عليك هذا صاحبي اللي ما سكتيش دبر راسك. المراه بقات على هذا الحال 4 ايام تتقول بانه 2 و3 بقى مع هذاك صاحبو في الليل ما باتش معاه شاف حالته بقى غير هو وياها. تيقول ما عاودش جا ما بين 2 و3 ما عاودش جا. تتقول دوز عليها 2 و3 ولا 4 والخميس جا داك صاحبو مع الصباح دق ودخل عاوتاني من جديد هذاك صاحبو. تتقول خرج من جديد بقى تيهضر هو وياه داك الشيء هذا مع هذا. هاد 4 ايام اللي مع ديك المراه في ديك الدار ودار داك صاحبو تيتسخر ليه الشرابات ديك اليومين هو اللي جاب ليه الخضره جاب ليه الخبز جاب ليه التخربيق اللي خصو تيبغي شي حاجه وتيسكر معاه ويومين هو معاه والمراه دوزت معاهم 4 ايام. اذا كيفاش دوزت المراه هاد 4 ايام؟ المراه مرات الراجل مع مجرم وصاحبوه ولا اقول مجرمين غنخليو الاخر في البراءه ديالو لحد الساعه لانه تيقول في التصريح ديالو ما عاقش به بانه راه جاي مراه بالعنف وراه جاي مراه بالقوه حسب التصريح ديالو. بقات مع 4 ايام المراه مع 4 ايام. شنو دارت هاد المراه في هاد 4 ايام؟ كيفاش تكرس على هاد المراه؟ كيفاش عنفها؟ كيفاش ضربها؟ كيفاش هاد الشيء غتزيدوه من ريوسكم ما كاين لاش نبقاو نعاودوا راه كاين دراري صغار تيتصنتوا كاين. اذا
لاصق ليه دارو، ولكن داك الشيء اثر على المراه في صحتها، اثر معها في حوايجها اللي تقطعوا لها، هو كان تيقطع لها حوايجها لما تترفض تستجيب الرغبه ديالو باش تحيد شي حاجه، كان تيقطع هو ما تيرحمش تيقول، كان تيضربها. المراه حسب الهضره ديال الطبيب، الشهاده الطبيه تيقول فيها ضرب في ظهرها، فيها العض، فيها كذا، فيها جرح، فيها كذا، اي انه تكرس عليها بالمعقول وعنفها بالمعقول. المراه تقول في النهار الخميس، تقول نهار الخميس جا داك صاحبو في الصباح هضر هو وياه، قال لها هزي ساكك وتبعيني. تقول زدت ساكها وتبعاتو وركبات معاهم في الطوموبيل، ركب صاحبو القدام وركبت هي اللور. تيقولوا بقاو غاديين هو وياه تيدوزو غير من الطرقان غير الرئيسيه، اي غير من الطرقان الثلاثيه، غير تيدوروا حتى قربها للمدينه ديالها، المدينه ديالها اللي انتقلت منها. هو جا لواحد الحي خاوي من المره، هو يحل باب اللور وجبدها ورماها برا وسط الطاكسي ومشاو. هذيك المحل فين رماها تما كانوا دايزين الشرطه، الناس عيطوا لهم جاو هزوها وداوها الشرطه القضائيه بعد ما تبين بانها هي المراه مبحوث عليها من طرف الناس ديال الدائره. تتقول المراه هذا الكلام ديالها هكا. عيطوا على الراجل ديالها شاف الحاله ديالها في السبيطار. الراجل ديالها تيقول راجل معقول مسكين تيبكي غير تيبكي، تقول الغلطه ديالي ما مشيتش مع مراتي، الغلطه ديالي ما سافرت حتى العشيه، كانت تسافر في النهار، الغلطه ديالي ما خديتش الرقم ديال الطاكسي النهار الاول اللي داها. وهنا غنرجعوا للحديث ديالنا ديال الجريمه لا تفيد، وهنا غنقولوا للناس هذه افاده. اسمع الراجل اش قال لك اسيدي ما خديتش الرقم ديال الطاكسي، شحال واحد ما تياخذش رقم الطاكسي، يصيفط ولادو مع طاكسي ولا مراته ولا بنته ولا كذا وما ياخذش رقم الطاكسي، ما حتى الوقت صيفطها يقول صيفطها. نقول لك اخويا نقول لك 10 نقول لك 12 ولا ما كاع اذا كانت غتكون ديك الساعه الوحده ولا 11 ما تعرفوش الوقت، ما تنثبتوش الوقت، ما تنثبتوش الارقام ديال السياره، طاكسي ولا غير طاكسي، او سياره تعاملت فيها، او سياره ضربتني، او سياره دارت لي شي حاجه. هذه من جهه. ما تردوش بالنا داك الشخص كيفاش داير الهندام ديالو، حتى لو وقع شي حاجه يقول طويل عنده واحد الضربه هنايا وعنده هذه، حتى بغيت نسول فيه غير من الاوصاف ديالو غنوصل ليه. بزاف الحوايج ديالنا. ثانيا الناس بزاف ما تاخذوش الوقت ديال السفر، الوقت ديال السفر ما تناخذوش. شحال من مرة تجي عند الناس ضياف وتبقى تهضر وخليوني نمشي، وانت غادا مالك انت باقي غادا، وخليوني نمشي العشيه هذه وباقي الحال حتى انا باقا الشمس فين غادا. تلقى شي مرة عندنا هي تجلس شي عائله مقصر عندهم وهذا تاع 20 الطاكسي، تلقى راسها شاده الطاكسي مع 9 الليل 10 الليل 11 الليل، ما عرف فين غادا، ما عرف معاهم الغدا. ولما الوقت تبدلات اسيدي، الوقت تبدلات. كان مول الطاكسي كانوا كليمورين الطاكسيات، كان مول الطاكسي كما ينبغي ان يكون. كان بيرو طاكسي، البيرو تنسميه بيرو طاكسي، البيرو ديال الطاكسيات ديال الشرطه، ذاك البيرو طاكسي تمشيو الطاكسي تبوانتيو فيه، كان تيشوف الطاكسي واش مسؤول، واش السيد اللي فيه هو نقي، عندهم يقول لي عندك تكيوس الطوموبيل، عندك دير شي موسيقى كذا، من بعد ولا ذاك بيرو طاكسي ما عرفناش ديال انه كاع. انا شفتهم حيدوه في قنيطره، يمكن تنتمنى يكون حيدوه في كلشي. عطيك بيرو طاكسي اش لا صالح، انت شوف طاكسي مستخديز، طاكسي معوج مضروب دايز، واش ما داش البوينتاج ما بوينتاوش، ومتى شي مول الطاكسي حالته حاله هذيك عاطيه منه واش ما داش البوينتاج. علاش غندير البوينتاج؟ ندير البوينتاج زعما راه حاضر وخدام. ايوا حنا جايين 2025 و2030 نعطى الطاكسيات ديالنا نولدوا طاكسيات اخرين، لان مولين الطاكسيات تعرفهم انا، مولين الطاكسيات في قنيطره الرباط الدار البيضاء تيشكوا لي من طاكسيات اخرين، مولين الطاكسيات قدام راجل كبار وعقلهم عندهم وليداتهم تيبقاو يدير تبقى من الطاكسيات البراش اللي ولاو دابا غادي يشاد الكارو وتيكساك بالناس غادي ديال الموسيقى، يهز لك بنت الناس بنت العراض وبنت حيه يقول لها عطيني البورطابل ديالك، لا بغيتيني عيطي عليا، تحرش، الزاده في الاثمان. كاين اللي عندهم الكونتور ما مخدمينوش، ما بقاش كونتور تيخدم ماشي شغلو. حنا نقولوا مثلا كاع هز مثلا هز بلاصه نبقى غادي وجوج بلايص اخرين ولا كذا، اي الله يحسن العوان. ولكن اخويا خص يكون الكونتور باش نفرق عليهم في الثلاثه كل واحد يجي، خص يكون مول طاكسي نقي. انا كنت في دبي وماشي حيت هما الامارات كاتبين واحد اللوحه قدام الزبون، هذا السيدي لك ما الا دار موسيقى ما مزياناش، الا شفتي الطاكسي مسخ، الا كذا كذا علم به، عيط هذا الرقم هذا وما تخلصوش تقول لي فيك وعلمت بك، وراه غيجي الشرطه غتلقاهم غير تلقاو لي وعيطوا عليه وغيصدعوا لغد. ايوا شو الطاكسيات في اوروبا كيديروها في كذا، تياخذوا احسن السيارات والنقاكي ديال الداخل وهذا وهذا. كاين شي وحدين مازال مالين المدينه فيهم الضوء، كاين شي وحدين في العربيه طاكسي مدقدق ومهرس الباب عوج، وكان تيركب حدا واحد هنا والحال هنا وطاكسي وتيسميوه طاكسي. اذا بدا البحث السيده اللي عطاتهم هذا السيد هذا والاوصاف ديالو وكذا وكذا. ولكن تتقول واحد الكلمه اللي دارتها مزيانه، قالت لي انا من رميت عيني من هبطوني، رميت عيني في الطاكسي في النمره ديال الباب ديال لاكريمه تنشوف ثلاثه الارقام شابهين. حنا ما نقولوش لكم الارقام دابا، انا واخا قال لي الشريف ما نقولش الارقام هذوك، كنرشح لكم الارقام كيفاش، بحال مثلا 333 او 111 او 222 او 444، اي قالت لهم ثلاثه الارقام متابعين كيف وقالت لهم اشنو هو الرقم، مثلا قالت لهم 444. البوليس هنا سهل عليهم الامر من لقاو ذاك الرقم اللي عطاتهم السيده، خطات الرقم بعينيها ديال لاكريمه الطاكسي في الباب ديالو تيكون واحد الرقم هذاك ديال لاكريمه، الا كتب لك الله شي مشكل مع مول الطاكسي يقرا هذاك الرقم بعدا هذاك الرقم
تبغي تركب بنتك مع شي واحد وتكون ليل ولا تكون شي حاجه ولا شي طاكسي تيخرجوا للمدينه بزاف، رمي عينيك تما، رمي عينيك داك الرقم راه ساهل، ماشي بحال الرقم اللي في البلايك قدام اللور تيكون شويه كومبليكي. هما اعتمدوا على ذاك الرقم هذاك ومشاو للبيرو ديال الطاكسيات وقال لهم دير هذا الرقم، العنوان ديالو هو السي فلان. مشاو عند الطاكسي، خرجوا واحد الشيباني قال لهم ودي الطاكسي ديالي، ولكن عطيت ولدي هو اللي تيخدم فيه. فين هو الطاكسي؟ عيط ولدك، فين هو ولدك؟ عيط ليه. تيتسناو جا ولدهم، هزوا الدري داو الطاكسي، داو جاو عند المراه قال لها هذا هو؟ لا سيدي خرجي شوفي الطاكسي، هذا هو الطاكسي، هذا هو سيدي. قال الاخر هذا الطاكسي تسوق انت؟ قال له تنسوق ولكن تنعطي واحد الصديق ديالي مرتين تيتمعش. الصديق ديالك؟ سميت الصديق ديالك؟ قال لهم سميتو فلان. فين ساكن؟ ساكن في الباديه. تعرف فين ساكن؟ قال لهم تعيط عليه؟ قال لي عيط عليه. هو قال لي عيط عليه ما تقول لي راه البالاس ولا عيط عليه، قول لي جيت الطاكسي انا عيان كذا كذا. قال لي واخا. هو عيط عليه ودار معاه واحد الموعد، الاخر يجي عنده. هنا غنقول لكم واحد النكته، واحد المخرج. دابا ملي تنشدو شي شفار، والشفار اللي كان حريمي اللي كان مطور، خاص البوليس يردوا معاهم البال القضيه هذه. تتقول لي عيط على صاحبك مثلا المجرم اللي كان معاه، الا هو ما بغاش يعيط عليه في التليفون او بغى يعلمو بواحد الطريقه جهنميه. اش تيقول ليه؟ تقول له هاك التليفون عيط ليه، قول لي انت نستناك في القهوه صافي. قهوه فين تجلسوا؟ تيقول لي واخا نعيط عليه الشاف. هو ما بغاش يجيب صاحبه، خاف توقع عليه تكوين عصابه اجراميه. تعيط يقول الو فلان بخير، اجي عندي انت نستناك في الشوايه اللي تنتغداو فيها. عرف الاخر ما غيجيش، عندهم الشوايه يعيق، رانا عند البوليس ولا عند الجدرميه. تيقول لي راه عند الشوايه، تقول لي شوف اخويا اجي انا عند شوف شتي الشوايه اللي تنتغداو فيها انا جالس فيها. اخو تعرف الشوايه هو البوليس، واخا تمشيو تسناو في الشوايه تقول اخويا لا تنتغداو، الاخر ما غيجيش. هذا لا ما دارش داكشي، دار مع صاحبو. جا صاحبو عرفوا البوليس بالاوصاف اللي عطات المراه، ما يلقاو عليه القبض وما يديو المراه. قال له هذا، قالت لهم هو هذا سيدي. المراه قال لها بون مشي معنا. هزوا المراه كما تيقول داو في الطوموبيل ديال العميد، هزوها في الطوموبيل البوليس، شدوا الطريق قالوا ورينا دارك، لان المراه تقول عنده بالركانه، عنده بيتنا، عنده كذا، عنده هذا. مشاو تاكدوا، مشاو فعلا لقاو داكشي. لقاو حتى الكريطينات اللي هزت المراه دارت فيهم ديك المواد اللي غادي يختار، ديك المكله وحليوات وكذا، حطوها عنده في واحد القنت. قالوا لي البوليس هاد الكارت ديالها، قال ديالها شنو بقى يكذب؟ عنده ما يكذب. شكون اللي كان معاه؟ قال واحد السيد فينا هو غير ساكن ديك البراكه وتيتسخر ليا. مشاو شدوا لي خينا جابوه المراه، قال لهم هذا هو اللي كان معاه. جابوهم بجوج. مالك مع المراه؟ راه بعدا البيرمي السياقه ديالك هو، راه البيرمي الثقه ما عنديش، ما عندوش البيرمي باش يسوق طاكسي. وما اكثرهم انا تنقولها شحال من واحد دابا تيدوز واحد الطاكسي في المدينه الكبيره، مدينه كبيره بحال كازا ولا مراكش ولا فاس، هو ما عندوش بيرمي ديال الثقه. واحد راه دافعوا عطينا الروسي باقي ما شديتوش وخدام تيخدم. بيرمي ديال الثقه، بيرمي ديك الثقه مهم. وكنعلموا الطاكسي تنقولوا داك بيرمي، هذاك رخصه سياقه الثقه، داير فيك الثقه نعطيوك ولادنا، داير فيك الثقه تساعدنا، داير فيك الثقه تخدمنا. هذاك علاش هو البيرمي ديال الثقه. وهذاك الراجل ما تعطيو داك البيرمي تيدوز في البحث البلديه ودوز في العماله ودوز عند البوليس حسب السيره ديالو وكذا وكذا. ماشي بحال شي واحد داز من الهيه هاك باك صاحبي، او شي واحد تيعطيوه البيرمي الثقه وما عرفش المدينه. وما اكثرهم. شحال واحد دابا تركب مع شي مدينه تقول ليه ديني بلاصه فلانيه، تقول فين؟ تقول له اداره ديال كذا، قول لي زيد على شي حاجه حداهاش. كانوا والله اللي عندهم دابا بيرمي الثقه والله ما عارفين يديك بالله. انا كنت شي ايام فاش كنت في البوليس كنت نركب مع شي مول الطاكسيات تعرفوا غا من البلاد وضرب على البيرمي، تنقول دير مدرسه الرقص. عرفوا حنا الناس قدام ديال المدينه ما تعرفوهاش هما. تنقول شي حومه باسمها قديم ما تعرفهاش، والاسم الجديد ما يعرفهاش. للاسف. وتنحيي الناس ديال الطاكسيات لانهم صحابي، وتنحيهم لانهم تيبغيوني، وفي كل مدينه تمشي تيفتخروا بيا، وتنحيهم تيقولوا قول هادشي السخرات، قول لا شي واحد اللي تياخذوا البيرمي ديال كونفيونس ما عارفينش المدينه، ما عارفين فين يديو الناس. قول دوك اللي تيركب لواحد ورا البلاصه فين بغا مسكين غير حدا تما وتيدوروا عليه غادي يحطوه. قول اللي غادي يتكويو، قول اللي دوك يتحرشوا بالنساء في الطاكسي، قول على الطاكسي المسخ. قول هادو الناس هما الطاكسيات الوطنيه اللي تيقولوا يقول هادشي هذا. شدوه جابوه لقاو داك الخينا ما عندوش بيرمي ديال الثقه. الاخر تيعطيه با تيعطيه طاكسي واحد بيرمي الثقه وتيدوزو صاحبو شو يمشي يكمي تعطيه هذاك المجرم. قدموا مول الطاكسي، قدموا ولد مول الطاكسي، قدموا المجرم، قدموا ذاك البداوي. المراه قالت هذا ما قاصنيش اسيدي، وتنظن ما عرفتنيش بانني كنت واكل راسهم مزيره مع القين هذا ما تيسولنيش ما قدموا كل شيء المحكمه. خلى مع قضيه التحقيق عام وشهر. هذاك مول الطاكسي هذاك بوم اي حق انت شاد الطاكسي تعطيه له هذا؟ ما تراقب لا طاكسي لا مولي بوي عطيني كلا كريم عطيه لولدك عطيه صاحبه وديال هذا المسير في البلاد. المعني بالامر مشى تحكم 15 عام ديال السجن. 15 عام. من غرائب الصدف انه قال لك العميد واحد المره تلاقى مع رجلها من بعد ذاك الحادث بواحد 4 شهور ولا 5 شهور. تلاقى معاه سولو قال لي كي بقات مدام؟ قال لي مدام باقا عند اختها، مدام مرضات، مدام تمشي عندها تقول لي انا حرمت عليك
تيقول لها نحلل عليك، راه بز منك، راه اغتصاب. تتقول لي لا، ما بقاش عندي الوجه نشوف فيك، اخليني مع اختي. يعني دابا تنديو عند الطبيب وحتى تاخذ شي دواء وتنهضروا معاه، ما بغاش ترجع ليا للدار، باقا عند اختها اللي ما راجعه 4 سنين هذه. حتى ولادي راه ديتهم معاها تما وتنصرف عليهم تما عند اختها، وانا تنجلس هنا بوحدي. شوف راه مصيبه داروا. نتمنى من الله الحلقه تعجبكم، وصيف مبارك سعيد ومبارك عواشركم، وتتبعوا كلامي راه فيه افاده. والسلام عليكم ورحمه الله.